السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ النهاردة هنتكلم على العشبة اللي إحنا نوهنا عليها على صفحة الفيسبوك، وهي عشبة القاس. طيب، عشبة القاس دي زي ما إحنا قلنا إن هي عشبة غريبة جدا، مشهورة بين الحكماء أيام الفراعنة، وكانت بتتزرع من آلاف السنين، ولحد دلوقتي على فكرة بتتزرع، بس اسمها دلوقتي غير زمان. زمان كان اسمها عشبة القاس، دلوقتي اسمها الريحان البري. طيب، الريحان البري ده بيعمل ايه؟ السر في العشبة دي ان هو كنز طبيعي وحقيقي للبشرة وللشعر. طب تعالى اقول لك ليه. زمان كانت الفراعنة بيستخدموها ليه؟ كانوا بيستخدموها في عملية التحنيط، والرومان كانوا بيعملوها كعطور عشان ريحتها جميلة جدا. لكن اللي يهمنا هنا الزيوت الطيارة اللي فيها، اللي هي بتعمل شغل جامد جدا مع الشعر والبشرة. طيب، بتعمل شغل ازاي؟ تعال اقول لك. فوائده للشعر. فوائده للشعر ده بيمنع التساقط تماما، وبتقوي البصيلات، ولو عندك قشرة بتعالج وبتطهر فروة الراس. طب لو انت عايز شعر ناعم، بنستخدم الريحان البري، بيحسن الملمس وبيخليه طبيعي ولامع جدا، وبيساعد كمان في اهم حاجه بقى للناس كلها، ان هو بيأخر علامات الشيب، بيأخر الشعر الابيض من الاخر. طيب، فايدته ايه طيب للبشره يا باشا؟ فايدته للبشره، لو البشره دهنيه، لو عملنا بيه زي ماسك او تونر للبشره، بيمص الدهون الزياده اللي موجوده في البشره، وخاصه البشره الدهنيه، وبتقفل المسام، فبالتالي كده انا بقلل الحبوب اللي موجوده. طيب، البشرة الدهنية مشهورة بإيه؟ مشهورة بحب الشباب، اللي هي يا باشا الدهون اللي فيها بيحصل فيها أي انفلاميشن أو أي التهاب، يبتدي إن هو يكون الحبوب. طب لو أنا شلت الدهون دي، وفي نفس الوقت قفلت المسام اللي بتطلع الدهون دي، يبقى أنا كده قللت كمان حبوب الشباب. طيب، الناس بتدور على منتجات تجميل غالية، وسايبين الحلول الطبيعية. الحلول الطبيعية اللي معلش اللي ممكن نلاقيها عندي زراعة في البلكونة وأنا مش واخد بالي، بس حل. وانا بصراحه انا بستخدمها في التركيبات عندي في الصيدليه. بعمل منها كريمات الشعر، بعمل منها سيرم البشره، بعمل منها سيرم الشعر، بعمل منها حمامات كريم الشعر. كل ده بستخدم فيه الاساسي بتاعي العشبه الملكيه اللي احنا قلنا عليها القاس او الريحان البري. لو انت عندك مشكله او عايزه تعرفي ازاي اعمل زيت القاس او زيت الريحان البري او ازاي ان انا عايز اعمل كريم او سيرم للبشره او اعمل تونيك، اكتبي لي كلمة قاس في الكومنتات، وانا هرد عليكي في ساعتها اقول لك ازاي تعمليه. واهم حاجة، اهم حاجة بقى، وده اللي بطلبه منكم، ان انتوا تعملوا اشتراك في القناة وتشيروا وتعملوا منشن لكل اصحابكم اللي مهتمين بالجمال الطبيعي وليس الكيميائي. استنونا بكرة في حلقة جديدة مع سر الطبيعة مع ابو عيسى. السلام عليكم.